السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن قسم الأراضي بكلية الزراعة، وده قسم من الأقسام الفريدة والمتميزة جدا، ومجالات عملها من أوسع المجالات في الزراعة. ولو أنت مهتم بالقسم اتفرج على الفيديو للآخر. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. عندنا قسم الأراضي من الأقسام اللي بتميز كلية الزراعة، وده لدراسته للتربة وأنواع الأراضي وأشكالها واللي بيتم زراعة النبات فيها. عنصر التربة من العناصر الهامة في الحياة ومفيش استغناء عنه. من فروع علم الأراضي عندنا أول فرع بيديولوجي الأراضي، وهو الفرع اللي بيهتم بدراسة وتاريخ نشأة التربة وتقسيم التربة وأشكالها وأصنافها وأنواعها وحصر وتقييم الأراضي، وده كله من خلال التقنيات الحديثة زي تقنية GIS. عندنا كمان فرع كيمياء ومعادن الأراضي، وده من خلال تفاعلات التربة مع المبيدات والأسمدة. وعندنا فرع خصوبة الأراضي وتغذية النبات، ومجال ميكروبيولوجي الأراضي. مواصفات خريج قسم الأراضي: تقدر تحلل التربة بجميع أشكالها، تقدر تحلل السماد عشان تعرف نسبة العناصر الموجودة في السماد. ومن ضمن مواصفات خريج قسم الأراضي أو غير قسم الأراضي إنك تكون متقن لبرامج الأوفيس زي الوورد والإكسل والباوربوينت، إنك كمان تحاول تكون شبكة علاقات قوية بتساعدك في المستقبل في سوق العمل، وده خلال فترة الجامعة وخلال فترة التدريب. هنتنقل لمواد التخصص. المواد اللي هذكرها في الفيديو ده بتختلف من كلية لكلية، وده تبع لنظام الدراسة فيها. هنبدأ بالمواد المؤهلة. في سنة أولى الترم الأول هناخد طبيعة وأرصاد جوية، وسنة أولى الترم التاني هناخد موارد أرضية ومائية. أما سنة تانية الترم الأول هناخد أسس علم الأراضي. بعد كده المواد التخصصية، ودي في سنة تالتة ورابعة، وده يرجع لنظام الكلية، لأن ممكن تانية وتالتة ورابعة هي سنين التخصص. سنة تالتة المقررات الإجبارية التخصصية زي ري وصرف زراعي، مورفولوجيا وتقسيم الأراضي، حصر وتقسيم الأراضي، فيزياء الأراضي، كيمياء الأراضي، استصلاح وتحسين الأراضي. أما بالنسبة لخارج التخصص فبيكون فيه تصميم وتحليل تجارب ومساحة مستوية. أما المقررات الاختيارية: الزراعة العضوية الحيوية، صخور ومعادن، خواص الغرويات، تحليل الأراضي والمياه، علاقة الأراضي بالمياه والنبات، تلوث الأراضي والمياه، ميكنة زراعية، هندسة نظم الري الحديث. في سنة رابعة المقررات الإجبارية التخصصية زي تغذية نبات، ميكروبيولوجيا الأراضي، بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعية، أسمدة وتسميد، ومشروع التخرج. بالنسبة للمواد الإجبارية خارج التخصص: كيمياء، تحليل الأجهزة، إرشاد زراعي، تسويق وإدارة أعمال زراعية. أما بالنسبة للمواد الاختيارية زي خدمة وصيانة الأراضي، تكنولوجيا تغذية نبات، معادن الطين، الأراضي المصرية، تصحر الأراضي، الاستشعار عن بعد، وتكنولوجيا إنتاج البساتين، واستزراع الأراضي وصيانة الأراضي والمياه. وآخر حاجة معانا مجالات العمل. مجالات عمل قسم الأراضي واسعة، هنذكر بعضها. تقدر تشتغل كعضو هيئة تدريس أو في المراكز البحثية، أو الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، أو المركز القومي للبحوث، أو أكاديمية البحث العلمي، أو مركز بحوث الصحراء، أو معهد بحوث المياه، أو وزارة الري، أو ممكن قسم استصلاح وتحسين الأراضي في وزارة الزراعة، أو شركات استصلاح الأراضي.